تخيل ايه شعورك ما بين خيارين اتنين. الاول بيهددك لو ما جريتش اكتر من 42 كيلو في اقل من 5 ساعات هيقتلك وهيقتل اسرتك. ايه هيكون شعورك؟ اكيد تجربة مخيفة. طب لو دخلت سباق ماراثون بكامل ارادتك عشان تقطع نفس المسافة بنفس الخمس ساعات، ايه شعورك دلوقتي؟ اهو ده احساسك وده اختيارك يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمي. فكرة القناة نقرأ كتاب وافهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الحلقة الخامسة يا صديقي من كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قيمة المعاناة، فلو ما شفتهاش أنصحك بشدة إنك ترجع وتشوف الحلقة، هتستفاد كتير. وفي الحلقة دي يا صديقي هتفهم فيها إنك في حالة اختيار دائم، إما إنك تتنيك تلوم الظروف اللي حواليك أو الأشخاص اللي معاك أو تقرر تتحمل المسؤولية. فحضر كوب قهوة وصلى على النبي وندخل في المفيد. كتير مننا بيشتكي وبيلوم الظروف اللي حواليه، ولو ما لومتش الظروف فاكيد هتلوم شخص وهتتهمه ان هو السبب في اللي انت فيه. عارف ليه يا صديقي؟ عشان بس تحس انك راضي. وتعال احكي لك قصة ويليام جيمس. بيقول لك مارك، ويليام ده اتولد في اسرة غنية وكان عنده مشاكل في صحته كبيرة. مشكلة في عينه خلته اعمى لفترة قصيرة، ومرض في بطنه ومشكلات في السمع وتشنجات في ظهره. يعني ربنا يعافينا، وده يخلينا نحمد ربنا دايما على النعم اللي مش حاسين بيها. المهم المشاكل اللي عنده دي كلها حرمته من حاجات كتيرة. قاعد في البيت ال 24 ساعة وما عندوش أصحاب كتير. أداؤه الدراسي ما كانش أحسن حاجة، ولكن كان شايف نفسه رسام، والمشكلة إنه الوحيد المقتنع إنه رسام. حتى لما كبر حاول يبيع رسوماته محدش رضي يشتريها. وفوق ده كله والده كان بيسخر منه. تخيل بقى أنت كده، بس طبعا من غير مرض، ربنا يبعد عن السامعين. وأبوك دايما يقول لك أنت مش نافع، أنت فاشل. إحساسك هيكون إيه؟ بس أنا بقول الكلام ده للي ما سمعش، وأكيد كلنا سمعنا الكلام ده. أنت فاشل، انت مش نافع في دراستك، اصحابك دول هيطلعوا احسن منك. احساسك بقى كان ايه في الوقت ده؟ تخيل بقى بيحصل الكلام ده كله فوق مرضه وغير احساسه بالفشل ما بين اخواته. يعني اخوه الصغير هنري روائي كبير، واخته أليس كاتبه، وهو الوحيد الفاشل ما بينهم. وطبعا والده عشان يحاول يعدل منه حاول بعلاقاته يدخله كليه الطب جامعه هارفارد، وقال له ان دي فرصتك الاخيره، ولو فشلت المره دي مفيش امل منك. لكن جيمس ما حبش الكليه وقال يعني انا مش عارف اساعد نفسي، فهروح اساعد المرضى واعالج مشاكلهم. وبعد سنه قرر ان هو يسيب كليه الطب، وعشان ما يحصلش صدام مع والده انضم البعثه رايحه غابات الامازون بامريكا الجنوبيه. وده يا صديقي كان في ستينيات القرن التاسع عشر. في ايامها كان السفر ما بين الدول والقارات حاجه صعبه، وبالرغم من ده كله قرر ان هو يروح، ويا ريته ما راح، لانه تعب اكتر وجاله مرض الجدري، والتشنجات بدات تظهر في ظهره وخليته مش قادر يكمل. وافراد البعثه اللي معاه سابوه مشوا وكاد ان يموت، ولكن باعجوبه قدر يرجع في النهايه البلد. ومن بعدها بدات المعاناه، ودخل في اكتئاب شديد وبدا يفكر انه ينتحر. بجد الموضوع صعب جدا. بيتعالج بالامراض، فاشل في حياته، وده على حد تعبير اللي حواليه. طبعا موهبه الرسم مش شاطر فيها، ولما حب يغامر ما توفقش للاسف. وفي يوم قرا محاضرات لاحد الفلاسفه، وقرر بعدها انه هيأجل موضوع الانتحار لسنه، وخلال السنه ديت هيعتبر نفسه مسؤول عن كل شيء بيحصل في حياته، وهيحاول يغير الظروف اللي حواليه. ولو ما قدرش يحقق الكلام ده فهينهي حياته. تفتكر يا صديقي ايه اللي هيحصل؟ اصبح ويليام جيمس هو الاب الروحي لعلم النفس الامريكي، وترجمت اعماله لعشرات اللغات، بل اصبح مدرس في جامعه هارفارد. والسؤال هنا، لو هو ما خدش القرار ده وتناه يلوم الظروف، كان ايه مصيره؟ اكيد هينتحر. وعشان خد القرار فالنتيجه زي ما انت ما سمعت، افضل المثقفين وليه مؤلفات ترجمت للغات كتيره، ومدرس في جامعه هارفارد. وده يلفت نظرنا لنقطه جميله جدا، ان الظروف والاحداث اللي بتحصل لك من غير ما تكون انت السبب فيها هي مسؤوليتك. ايوه هي مسؤوليتك يا صديقي. زي مثلا خرجت من البيت لقيت طفل رضيع قدام الشقه، اختيارك هيكون ايه؟ اما انك تسيبه او تبلغ الشرطه او تاخده تتبناه. في النهايه في تصرف هتاخده وهتتحمل نتائجه، ففكر كويس قبل ما تاخد القرار، لان في ظروف حوالينا مش هتقدر تتحكم فيها، ولكن تقدر تتحكم في استجابتك. فمثلا انت مش لاقي شغل، هتنيك قاعد في البيت مستني اللي يخبط عليك ويجيب لك شغل؟ لا طبعا، هتنزل وتدور لحد ما تلاقي شغل، او تحاول تفتح مشروع، واكيد ربنا هيوفقك. ان الله لا يضيع اجر من احسن.
احسنها عملا. فنستنتج من ده ان انت المسؤول الاول والاخير عن اختيارك، وبتفسره على حسب ما انت مقتنع بيه. يعني ممكن تكون متضايق من صاحبك عشان عمل حاجه معينه، فطبعا عقلك يصور ان انت فعلا صح ويدعم افكارك، مع ان ممكن يكون زعلك ده ملوش اي سبب وانت اللي فهمت غلط. فمين المسؤول عن فهم الغلط ده؟ فلازم دايما تشكك في اقتناعاتك وتسال نفسك، مش دايما انت صح. زي واحد مثلا فتح مشروع او متجر الكتروني وسوق ليه، بس في النهايه المشروع ما نجحش، ولو جيت سالته وقلت له ليه ما كملتش، هيقول لك انا عملت كل حاجه بس ما ظبطتش. طب ما هو ممكن انت اللي مش عارف تسوق كويس، فتستعين بحد او تحاول تجرب حاجه مختلفه ممكن تنجح. فمثلا قناه دروس اونلاين لاحمد ابو زيد، اكيد عارفها او سمعت بيها. اول ما فتح القناه كان بيدي ارشادات على الجوال وعلى حاجات كتيره تانية، فما مشيش الموضوع، فقام مدي دوره عن الفوتوشوب. الموضوع برضه ما نجحش قوي، فاتجه ان هو يعمل فيديوهات عن الانجليزي، ودلوقتي بيشتغل على نفسه في كذا حاجه، والقناه بسم الله ما شاء الله محققه اكتر من 8 مليون مشترك. لو هو في البدايه احبط ووقف، ايه النتيجه دلوقتي؟ ما كنتش هتشوفه ولا هتسمع بيه. فانت المسؤول عن وضعك اللي انت فيه دلوقتي، فاختار المقياس اللي انت هتقيس بيه، وده اللي اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. وتعال احكي لك قصه مارك. بيقول لك كان ليا صديقه بحبها جدا، ولكن للاسف خانتني، ولما واجهتها فضلت انها تقطع علاقتنا، وده خلاني تعيس جدا. اتجهت للشرب عشان انسى، واتصلت بيها اكتر من مره، ازعق لها واخانقها واحاول اخليها ترجع تاني، وكنت فاقد السيطره لدرجه ان انا كنت شايفها ان هي السبب في التعاسه اللي انا فيها. وبعد فتره بدا تفكيري يوجهني ان اكون انا المسؤول عن سعادتي وانسى اللي حصل، وبالفعل اتجهت للرياضه وقضيت فتره اطول مع اصحابي، وده ساعدني كتير اني انسى. ولكن اكتشفت في النهايه ان انا السبب في فشل العلاقه دي، ومش معنى كده ان انا مش بلومها، لا بالعكس، انا بلومها على الخيانه دي. بس لما جيت بصيت للعلاقه لقيت ان انا كنت مقصر، وكان في مشاكل كتيره ما بحاولش احلها، لان مفيش حد بيخون حد الا لما يكون فيه سبب. وده طبعا مش مبرر على فكره، عشان تكون فاهم. وخلاص اللي حصل حصل، والدنيا مش هتقف على كده. فبيقول لك من بعدها حياتي اتغيرت، لاني بقيت ببص للامور بنظره تانية. شفت ايه الاخطاء اللي كنت بقع فيها وما بقتش اكررها، واي شيء بيحصل انا المسؤول عنه، لاني في النهايه ده اختياري. فالفكره اللي بحاول اوصلها لك ان انت المسؤول عن اختيارك، سواء بالفشل او بالنجاح. فما تحاولش تخلي الظروف والاشخاص هم الشماعه بتاعتك، فصدقني انت اللي في ايدك المفتاح، وربنا سخر كل حاجه لخدمتك. فغير فكرك يتغير كل شيء. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه، واللي هتعرف فيها انك مخطئ في كل شيء وانا كذلك. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.